تيجي اقولك على طريقه للبانيه هتعجبك، وقشرته ما تفكش من عليه خالص مهما عملتي زي كده. وبيني وبينك ايه، سامعه الخروشه؟ بانيه حلو، ولا تحطي لبن ولا تحطي زبادي ولا يشرب زيت منك ولا اي حاجه، وتطلع قشرته عليه زي ما انت شايفه كده. بصي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي، شايفه حته البانيه اهي، ولا شرب زيت ولا اي حاجه، ولا قشرته حتى تفك من عليه زي ما انت شايفه اهو. صلى على النبي ويلا بينا، تعالي اوريكي هنعمله ازاي. بصي بقى، كل اللي هنحتاجه في وصفتنا النهارده بصلايه اهي، قطعها معاكم. بصي انا ايه، بقطعها جوليانو. انا مش محتاجه من البصلايه غير ريحتها وطعمها بس، مش محتاجه اكتر من كده. بصي اهي، مش هخرطها، اقطعها جوليانو او حلقات. بصي اهي البصلايه تمام. ومحتاجه بيضتين، كيلو البانيه بياخد بيضتين. كيلو البانيه بياخد ايه، بيضتين. في ناس بتحب تحط 3، بس انا عامه يعني مش من هوايه البيض قوي يعني، فهو بيضتين كفايه. هو كده هيطلع من هنا على البقسماط على الزيت بس كده البيضتين. عندي بقى ايه، توم باودر وبصل باودر. عايزه اقول لك ان التوم الباودر والبصل باودر بجد في تتبيله البانيه حلو جدا، هيعجبك قوي يعني. احط شويه من دول وشويه من دول اهو اهي تمام. شطه، بس انا حاطه الشطه في ايه، برطمان الكريم. بابريكا مدخنه، انا بحب اجيب البابريكا المدخنه، ما بجيبش البابريكا العاديه. مرق دجاج هم. الحمد لله الشطه عامله عمايلها، يلا الحمد لله. فلفل اسود، 7 بهارات، معلقه كزبره، والملح في معلقه اهو. مش هنكتر قوي عشان خاطر المرق الدجاج بتبقى اصلا حادقه. وفي حاجه بقى النهارده كده هجربها معاكم، عشان انا بحب اعمل البانيه عامه يبقى سبايسي. فالعطار قال ان في بهارات اللي هي بتاعه البروست، قال لي ممكن تحطيها في تتبيله البانيه تبقى تحفه، تبقى مخليها سبايسي يعني. يعني بس مش هحط منها كتير عشان قال لي ايه، ما تحفيش عشان هي فظيعه يعني. عندي ما بيحبوا الحاجه حراقه اصلا. بس كده هقلب ده كله في بعضه كده، وايه، واروح اجيب البانيه. اوريك البانيه انا كنت غسلاه، اوريك البانيه واوريكي بقى هنعمل ايه. بصي بقى، هنا غسله البانيه. البانيه بعمل فيه ايه، بحطه في ميه بدقيق، ميه ومعلقه دقيق وليمون وملح، وبحط رشه جنزبيل. بصي، وبعد كده ايه، بشطفه. بصي بيطلع قشطه، بيبقى جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى البانيه في التتبيله. طبعا انتي غسلتيه وشطفتيه وصفيتيه في مصفى، اللي هو يبقى خلاص ايه. عشان الكيس، اللي تحت مقطوع، فانا ايه الكلابز اللي تحت مقطوع، فحطيت جلابز تاني فوقيه اهو. وهنبتدي بقى ايه، كل ده بقى نمكس في بعضه، نعمل ايه، ميكس في بعضه. البيض بالبصل بالتوابل، هنمكس كل ده في بعض كده. وسيبيها بقى في التلاجة ساعة، نص اقل حاجة ساعة، ساعة ونص، ده اقل حاجة عشان تبقى شربت كويس من التتبيلة. طبعا عايزة تعمليها وتبيتيها لتاني يوم، يا سلام سلم، بيبقى البانيه معاكي في حتة تانية، اللي هو شرب من التتبيلة كويس قوي يعني. طبعا انا ايه، بمكس
واخد بالي ان التتبيله وصلت لكل حته في الفراخ. ما عندكيش جلافز سكه زي اللي انا لابساه كده، ممكن كيس اللي هو بتاع السندوتشات تلبسيه في ايديكي وتشتغل. والله كل مره بشتغل بيه، بس ما اعرفش ايه اللي هفني النهارده، لقيته عندي اصلا، قلت انا ليه ما بستخدموش، بس سكه يعني. ولا حد يقول لك حطي لبن، ولا حد يقول لك حطي له زبادي، ولا الكلام ده كله. كل الكلام ده ما بياكلش عيش. مش قادره اقول لكم الريحه من هنا ايه، الريحه من هنا عظمه. بص، لا لسه دخل قلي ولا دخل حاجه، ريحته عظمه والله، ريحته جميله جدا. مكس مكس مكس. تمام، عشان ايه الميكس الرهيب ده. فكره التوابل الحاره اللي جايباها دي برضو ليها ريحه حلوه قوي. بصي بقى يا ست البنات، بصي ادي شكل ايه البانيه بعد ما اتنفس. بصي البانيه بس كده. هنسيبه بقى في تتبيلته. وعايزه اقول لكم ان انا بعمل حاجه مع التتبيله، مش عارفه اذا كان ناس كتير بتعملها ولا لا، بس انا عامه متعوده لما بتبل فراخ او بانيه بحط بلبس كيس للحله. هتقولي لي ليه؟ هقول لك عشان الكيس بيساعدها انها تمتص التتبيله بسرعه. يعني اي كيس ابيض عندي، اي كيس نضيف، بلاش الكيس السودا يا جماعه، اي كيس نضيف زي كده بروح عامله كده اهو. طبعا عندك الاكياس اللي هي بتاعت الاسترتش اللي بتغطي بيها الطعام زي الفل، مش هتقول لا. اهو بس كده، وهدخلها التلاجة لحد بقى ايه ما اجي اقليه ان شاء الله. هوريكم بقليه ازاي. هيطلع من هنا على البقسماط على طول على الزيت، وبس كده. الموضوع سهل وبسيط ومش كبير. يلا اشوفكم بقى في تكمله الفيديو. بل اهو بقسماط عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه ولا اي اضافات. ادي البقسماط اهو تمام، جايباه من عند العطار. تتبيله البانيه خرجت اهو، اهي التتبيله طلع من هنا، اتحط على البقسماط اترمل، وهينزل دلوقتي في الزيت. الزيت اهو اتقدح، وهقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصي حطي البانيه كده ومش هتقلبيه غير لما ياخد لما تحسي انك خلاص ان الجنب خلاص يعني خد لون. مش هنيجي جنبه قبل كده عشان القشره بتاعته برده ما تفكش. بس كده هوريهولك كمان لما اجي اقلبه. بس كده هبتدي ان انا ايه هقلبه، اديله الوش التاني. بصي كده ابتدي انا اديله ايه، اقلبه الناحيه التانيه. انا بحبه يحمر شويه، ما بحبش اطلعه فاتح، بيحمر شويه وبخرجه، ووريكي هخرجه ازاي.